انسوا بقى اي طريقه بتعملوها لام علي وتعالوا شوفوا الطريقه ديت، لان بجد انا ما بغيرهاش خالص، وعملت الطريقه دي معاكم من 4 سنين فاتوا، وحبيت برضو اشاركها معاكم تاني بمونتاج جديد. بس لو اول مره تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا نبتدي الطريقه. هنجيب علبة ام علي معانا جاهزة. انا هنا كان مكتوب بالقشطة، يعني بيبقى معاها كيس كريمة، وفي بالمكسرات بيبقى معاها كيس مكسرات على حسب اللي انتوا حابينه. هناخد ام علي الملفيه بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وتقدروا تجيبوا ملفيه سايب من اي حلواني بالكيلو يعني، بس اهم حاجه تكون جودته حلوه في الطعم. التركيه بتاعتي ان انا بضيف هنا باكت بسكويت، وهي دي اللي بتميز الطعم واللي بتخليه متماسك، وهو الطريقه دي بتاعت المحلات بالظبط زي ما بقول لكم كده. هنحط باكت بسكويت حجم متوسط او صغير، انا كان الباكت هنا كبير فانا خدت 3/4، وهكسره بيكون بنفس حجم الملفيه بتاعي وبس. واهم حاجه ان البسكويت طبعا اللي انتوا تفضلوا اي طعم، انا فاض مني هنا وشيلته على جنب. هكسر زي ما انتوا شايفين كده، بس ما نفرمهوش علشان ما يتعجنش مننا. وهنحط بقى اي نوع مكسرات. حطيت كوبايه من جوز الهند على الزبيب، تقدروا تحطوا اي نوع انتوا بتحبوه، سوداني، بندق، اللي انتوا حابينه. وهنحضر اللبن بتاعنا 2.5 كوباية من اللبن الدافي، تقدروا تزودوا لبن لو انتوا حابين ام علي صيصه. انا حطيت نص كوبايه سكر وكيسين من الفانيليا، وهنقلب الكلام دوت لغايه لما يدوب السكر. زي ما بقولك انا حطيت يعتبر لتر الا ربع من اللبن، تقدروا تحطوا لتر من اللبن لو حابينها تبقى فيها لبن كتير، لكن انا عشان عايزاها قطعه زي ما انتوا شفتوها فانا قللت اللبن. هسيبها بقى في القالب بتاع الطاجن بتاعي، وممكن تحطوها في طواجن فخار صغيره او اطباق الومنيوم اللي هي بتاعه الفرن، وهسيبها تتشرب لغايه لما احضر طبقه الكريمه. وهي عباره عن كيس من الكريمه وكيس الكريمه بتاع علبه ام علي اللي كان جاي جاهز. هفضي كل الكلام دوت في بوله عندي، وهحط عليهم نص كوبايه من اللبن الساقع او الميه الساقعه. انا حطيت ميه، تقدروا كمان تزودوا الدسم، تحطوا معلقه ومعلقتين قشطه، وتقدروا تلغوا الكريمه خالص، تعملوا قشطه بس بلدي على الوش لو انتوا حابينها دسمها عالي. هنا شربت ام علي مني الملفيه بتاع شرب اللبن، وهحط الكريمه زي ما انتوا شايفين كده واوزعها كويس قوي، واكون مشغله الشوايه، واحط الكلام ده بقى تحت الشوايه ياخد وش مني. بجد جميله، اتمنى ان انتوا تجربوها، مش هتندموا يعني. بس وبعد ما خدت وش تحت الشوايه سبتها تبرد وقطعتها، بس يفضل طبعا تشيلوها في التلاجة علشان تكون حلوه ومرطبه. اتمنى ان انتوا تجربوها، وتقدروا تضيفوا لبن لو حتى اديتوها وش، تقدروا تضيفوا لبن. متنسوش بقى اللايك والاشتراك لو عجبتكم الطريقه، واشوفكم في فيديو جديد.